اما عن جميله كانت ماشيه وهي بتكلم نفسها. يلا يا جميله، اثبتي انك نضجتي وبقيتي ست مسؤوله مش مجنونه زي زمان. ربنا يستر ويعدي الايام الجايه على خير. والله انا خايف من الكلام اللي بيقولوه على اصحاب الشركه ده، ممكن يطلع شبه ولاكم، مين عارف. يلا بسم الله. اول ما دخلت من الباب فضلت تبص حواليها بانبهار اكتر بسبب المكان كان كبير جدا وفخم من الداخل. فسالت وقتها موظفه الاستقبال: لو سمحتي، مكتب هولاكو فين؟ اقصد صاحب الشركه فين؟ الموظفه كانت بتحاول تمسك ضحكتها. في الدور التاسع، فاول ما مر على ايدك الشمال في الاوضه اللي في الوش على طول. وممكن حضرتك تستخدمي الاسانسير بس الخاص بالعاملين مش التاني، لكن حضرتك لازم تقابلي الاتش ار الاول. تمام، شكرا لحضرتك، بس هم قالوا لي اني هقابل صاحب الشركه بنفسه. بصراحه اللي انا اعرفه ان كل الموظفين هنا بيروحوا للاتش ار الاول. مفيش مشكله، وشكرا لحضرتك تاني. العفو على ايه؟ ده واجبي، قالتها الموظفه بود. فراحت ناحيه الاسانسير وهي بتتنفس بسرعه، لكنها حاولت تطمن نفسها. لقيت الاسانسير قدامه طوابير. اتخضت وقتها من المنظر. يا لهوي، لا يكون ده اسانسير العاملين. هو انا هضطر استنى ده كله يطلع بالدور؟ لا، الواحد مش فاضي، وراه اشغال تانية. خلاص انا هطلع في التاني اهو، فاضي ومحدش بيدخله تقريبا. فيلا بسم الله، قالت كده وضغطت على الزرار. الاسانسير اتفتح ودخلت ودست على الدور التاسع. بس هو الاسانسير وقف بيها وفجأة الانوار اتطفت. يا لهوي، انا اتحبست ولا ايه؟ الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني يا خلق، ده وقت الاسانسير يقف فيه. منك لله اسانسير يا ابن اسانسير. وبعد كده بدأت تدوس على زراير بعشوائية على أمل إنه يتفتح لحد ما الأسانسير اشتغل تاني. حمدت ربنا وبدأت تاخد نفسها براحة، لكن مرة واحدة الباب اتفتح. ظهر قدامها شاب وسيم جدا، قوي البنيان، ملامحه جميلة، لابس نظارة سوداء، وهو عاصم الحديدي. كان طويل ولابس بدلة سوداء، ملامحه قاسية باردة كأنها منحوتة في حجر. قلع النضارة وقتها ومسكها في ايديه. نظرة عينيه كانت باردة وغضبانة في نفس الوقت، وكأنها بتقول: اللي يفكر بس يقف في طريقي أشيله من على وش الأرض. مين سمح لك إنك تركبي الأسانسير ده؟ بلعت ريقها وقتها واتكلمت وهي مرتبكة: لا بس أنا حبيت أخلص علشان الأسانسير التاني كان مليان، وبعدين أنا اللي سمحت لنفسي، وبعدين أنت مين أصلا علشان تقولي كده؟ جميل، بس المرة الجاية بركب التاني عشان ده الأسانسير الخاص بصاحب الشركة وبس. واتفضلي يلا ورايا. خرج وهو بيبص في ساعته كأنه بيحسب الدقايق اللي ضيعها معاها، وهي خرجت وراه وهي بتبرطم. بداية عظيمة يا جميلة، أول 5 دقايق خليت الراجل يكره وجودك. بس هو شايف نفسه قوي كده ليه؟ محسسني يعني إن رئيس الجمهورية. لا مؤاخذة يا سيسي، أنت على راسنا وربنا، بس هو اللي شايف نفسه ومغرور ومتكبر. ربنا يستر من الأيام الجاية. عاصي كان لسه هيدخل مكتبه بس لف ليها ولقاها لسه واقفة قدام الأسانسير وبصاله. يا ترى بقى خدتي لك كام صورة وأنت واقفة كده؟ لا صور ولا حاجة. هو أنت مين؟ عاصي كور قبضة إيديه بغضب منها. الظاهر كده إنك ما سمعتش عن عاصي الحديدي، ولا ممكن يعملوا في أي حد يحاول إنه يعصبه حتى بكلمة. يلا انجزي قدامي وإلا ما تلوميش إلا نفسك. اترعبت جدا وقتها بس كانت بتحاول انها تبان قويه قدامه. دخلت جوه اوضه كبيره وواسعه، الموظفين حواليها بس عيونهم فيها خليط من الشفقه والضحك والتفاجؤ من جرأتها في الكلام. فواحده منهم قالت: هو انت اللي قابلتي عاصي باشا عند الاسانسير؟ قابلته؟ انا حرفيا فتحت باب الجحيم لنفسي. هو ما يعرفش مين جميله سفيان ولا ايه؟ انا بس كنت ساكته احتراما ليه، انما لسه هو ما شافش وشي الحقيقي. خلصت كلامها وضحكت وهي مربعه ايديها، والبنت كانت واقفه باصه وراها بخوف. فجميله لما شافت ملامحها اتكلمت بخوف وصوت خافت: أرجوكي ما تقوليش إنه ورايا، في برص واقف على الحيطة، صح؟ استني هضربه بحاجة. ما تحاوليش، ده واقف وراكي. جميلة اتنفست بعمق ولبست وقتها ليه. طبعا لو حلفت لك إني بهزر مش هتصدقني، صح؟